النهاردة هنتكلم عن طريقة تركيب الرخام ميكانيكيا على الحوائط. تابعونا لآخر الحلقة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هنتكلم على طريقة تركيب الرخام ميكانيكيا. زي ما انتوا شايفين كده، الأول بيركبوا الكنات الحديد على المسافات اللي أنا عايزاها، بقسط المسافات دي، وبعد كده بيكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده على المسافات اللي أنا هحطها. بعد كده بحط القوايم، بثبت فيها القوايم الأفقية والرأسية، وبحط العازل بتاعي، العزل الصوف الزجاجي زي ما هو موجود كده، وببدأ أثبته في الحيطة مع الفواصل الرأسية والأفقية، بيبقى شكلهم بالمنظر ده. بعد كده بحط الفواصل الرأسية، بثبتها في الكنات اللي انا حطاها دي زي ما انتم شايفين. ببدأ حسب التقسيمة اللي انا عاملاها اثبتهم، وفي الاخر بيكون شكلهم بالمنظر ده. بعد كده ابدأ اثبت على الفواصل الرأسية دي مديولة افقية، يعني يبقى عندي زي شبكة كده رأسي وافقي، وببدأ اوزنهم برضو بحيث انه لو في ميل من هنا او من هنا ابدأ اظبط ربطة المسامير بتاعتي واتأكد ان هما كلهم متثبتين كويس جدا. تمام. بعد ما بثبتهم الرأسي والافقي واربط المسامير واوزن الحيطة، بيبقى شكلهم بالمنظر دوت. تمام. بعد كده ابدأ اجيب الرخام نفسه، ولو مثلا سمكه 2 سنتي باجي في النص وبعمل بالشنيور خرم في مخ الرخامة زي ما انتم شايفين كده، بالشنيور خرم من هنا وخرم من الناحية التانية لكل قطعة رخام. بعد ما بعملهم بالشنيور ببدأ احط عليهم المادة اللازقة اللي هتمسك معايا. مش بكتفي بس بان انا بدخلهم في المسامير اللي انا حطاها، لا، انا بحط كمان المادة اللازقة دي او مونة او جبس ابيض، يعني كل واحد على حسب الموقف يعني. بعد كده ببدأ احط المونة جوه الخرم، وبعد كده ابدأ احطها على الشبكة اللي انا عاملاها، واحط المسمار جواها ومربوط كده اهو. ابدأ احط زي ما انتم شايفين، احط المسمار واربط عليه، فهو كده راكب في الشبكة اللي انا عملتها رأسي وافقي. وابدأ اكرر الموضوع كذا مرة طبعا لغاية لما اكمل الحيطة بتاعتي. او زي ما انتم شايفين هو بيحطه وبيربط عليه الرخام. يمكن هنا تكون اوضح اهو، وهو بيخرم هو ثبت من الناحية دي وهيثبت من الناحية التانية، وهيربط عليهم من مسامير اهو. هنا اوضح شوية، هيثبت عليهم ويربط من الناحية التانية كذلك، وكده تبقى اول قطعة عندي ركبت. هبدأ اكرر الموضوع كذا مرة زي ما انتم شايفين. بصوا راكبة ازاي. طبعا ده افضل بكتير من تركيب الرخام العادي اللي هو باللزق بالمونة يعني. لو طبعا حاجة حيطة قصيرة او مسافة صغيرة مفيش مشكلة، لكن لو انا بعمل واجهة مثلا او حيطة طويلة، طبعا الطريقة الميكانيكية بتبقى افضل بكتير جدا واثبت، وامكانية ان الرخامة تقع دي مش واردة خالص. لكن امكانية ان الرخام يقع على واجهة وهو معمول بالمونة بس، تثبيته طبعا بيقع مع الوقت، بيقع وشفناها في كذا حاجة. فطبعا قطعة رخام زي دي لو وقعت على حد هتبقى مشكلة كبيرة جدا. زي ما انتوا شايفين هو بدأ يحط واحدة فوق واحدة زي ما انتوا شايفين كده، ويثبت ويخرم فيها من فوق ومن تحت علشان يثبتها في اللي تحتيها ويثبت فيها اللي فوقيها. فهو بيخرمها بالشنيور من فوق ومن تحت.
هيثبتها بالمسامير من فوق ومن تحت. فكل قطعة رخام متثبتة من 4 أماكن. طبعا دوت يعني كويس جدا، وهتبقى الرخامة محكمة جدا، وإمكانية إنها تقع تكاد تكون مستحيلة. زي ما انتوا شايفين اهو، هو بيكرر الموضوع كذا مرة، بيثبت الرخامة ويرجع يخرم من فوق تاني ويثبت من تحت ويركبها عليها زي ما انتوا شايفين اهو. بيثبتها برضو، بيربط، بيعمل شنيور، واحيانا ممكن يعمل 2 كمان. يعني هو كده عامل في كل واحدة 4 من فوق، 4 مسامير من فوق و4 مسامير من تحت. طبعا الفواصل دي بعد كده بتتضيق عليها، ما بتكاد تكون مش موجودة اهو. بصوا هنا مركب 2 جنب بعض و2 جنب بعض الناحية التانية من كل جنب. ده طبعا علشان التثبيت، كل ده عشان ابقى ضامنة ان الرخامة بتاعتي متثبتة كويس جدا اهو. شايفين هو مكملهم فوق بعضهم ازاي، هيربط عليهم اهو، عملهم بالشنيور وهيربط عليهم. وهنا بعد ما ثبتهم بصوا عاملين فيه كام مسمار فيها، 1 2 3 4 بمسافات متساوية اهو. وبيثبت في الافقي وفي الرأسي زي ما انتوا شايفين اهو. ثبت الافقي كمان، ويبدأ يحط عليها اهو. بصوا بعد كده بيحطوا بقى الحاجات اللي مثبتة دي علشان تضيق على الفواصل اللي ما بين الرخام. يحاول يشد الفواصل دي تبقى تكاد تكون مش موجودة. وده المنظر النهائي ليه اهي. ودي بتبقى منظرها من الظهر. شايفين المسامير كلها متثبتة في ظهر الرخامة، متثبتين مع بعض بالعلفة الحديد اللي معمولة بالطول وبالعرض. هذا الشكل النهائي. اتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.